من داخل نادي العاب دمنهور بنرحب بالاعلامي خالد لطيف والمعلق المشهور وعضو مجلس اداره نادي الزمالك سابقا والمرشح للاتحاد المصري لكره القدم الان. بنرحب بحضرتك في نادي العاب دمنهور. في البدايه يا فندم بس عايزين نعرف من حضرتك برنامج او نبذه عن برنامج حضرتك اذا ان شاء الله ربنا كرمك ودخلت الاتحاد. نبذه ماشي. عشان البرنامج هياخد وقت كتير ويمكن انا مش هتكلم عشان اكيد الاخوه الزملاء الاعزاء اللي في القائمه اتكلموا عن بعض نقاط البرنامج. انا حابب اتكلم عن نقطه اللي يمكن تخصني وهي دور الاعلام او دور الاعلامي في اتحاد الكره، لان الاعلام جزء لا يتجزا من منظومه كره القدم الحديثه، لان هناك مشاكل كثيره جدا قد تحل عن طريق وسائل الاعلام المختلفه سواء المرئيه او المكتوبه او المسموعه. واعتقد ان دور عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم احد ادواره الهام عرض المشكلات، لان عرض المشكله وظهورها على السطح سواء في الراديو ولا في التلفزيون ولا في القنوات الفضائيه هي احد يعني او الخطوه الاولى او اللبنه الاولى لحلها. الاعلام في الفتره اللي فاتت كان بيتعامل او عضو مجلس اداره اتحاد الكره اللي كان بيعمل في الاعلام كان بيتعامل بشكل مختلف جدا، كان بيتسابق في الانفراد بالقرارات، يتسابق في الانفراد بالقرارات الهامه والبعثات واعتقد ان دور عضو مجلس اداره الاتحاد الكره الاعلامي عليه عبء كثير جدا. ويمكن انا كان ليا تجربه خاصه تنفرد بها دلوقتي، يمكن اعضاء نادي العاب دمنهور والساده المشاهدين والمستمعين اول مره هيعرفوها ان انا كان ليا تجربه خاصه جدا مع الاستاذ ايهاب عبد الله والاستاذ عمنا عطيه، ان كانت هناك مشكله ما في حمام السباحه الخاص بنادي العاب دمنهور، وكان توقف العمل والانشاءات فيه لفتره طويله جدا. وبالمصادفه كان معايا الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضه على الهواء مباشره، وتم تصوير تقرير داخل نادي العاب دمنهور مع الاستاذ ايهاب عبد الله ومع الاستاذ عمنا عطيه والمشاكل اللي كانت موجوده حول حمام السباحه، وتم عرضها في البرنامج الخاص الدكتور عماد البناني على الهواء، وتم اخذ موافقته مباشره على الهواء للبدء فورا من ثاني يوم البرنامج في استكمال حمام السباحه الخاص بنادي العاب دمنهور. من وجهه نظري الشخصيه ده دور عضو اتحاد الكره المصري الذي يعمل في الاعلام، بعيدا بقى عن فنيات كره القدم والتطوير والمساواه بين الانديه ودعم الانديه الفقيره وكيفيه تنميه الموارد وكيفيه التسويق وكيفيه الاستثمار وكيفيه يعني بعض الافكار اكيد كل الزملاء اتكلموا فيها، لكن انا حبيت ادي المشكله دي على وجه التحديد عشان اوضح ما اهميه دور الاعلام في تطوير كره القدم الحديثه. من وجهه نظري لازم نعمل منتخب قسم ثاني، منتخب قسم ثالث، منتخب قسم رابع، نلعب ماتشات وديه، نعرف نسوق لعبتنا اكتر. من حق اي نادي او مركز شباب لازم يكون عنده ملعب، ما ينفعش ان انا يبقى عندي 214 عضو جمعيه عموميه للاتحاد المصري لكره القدم والملاعب اللي هيتلعب عليها الدوري الممتاز 8 ملاعب، واغلب الانديه اللي في الجمعيه العموميه ما عندهمش ملاعب ولا عندهم مبنى اجتماعي ولا وحدات غرف خلع ملابس ولا ملابس اساسا ولا احذيه. اعتقد عيب واحنا في سنه 2012 ان المتطلبات الحديثه او المتطلبات الاساسيه او البنيه التحتيه الاساسيه لكره قدم حديثه في مصر مش موجوده، ونحن نتحدث عن الاحتراف. طب هتوصل كاس عالم ازاي وانت ال 214 ما فيش غير 14 مثلا اللي عنده ناشئين ولا عنده كوادر من 10 سنين ومدارس واكاديميات، لان اساسا ما عندوش ملاعب، حتى مدارس الناشئين بيأجرها بره. واغلب اعضاء الجمعيه العموميه اللي عنده فرقه كره خماسيه واللي عنده فرقه كره شاطئيه واللي عنده فريق بيشارك في كاس مصر كل سنه، لكن بقيه القاعده مش موجوده. ازاي لغايه دلوقتي ان احنا 5 لاعبين محترفين فقط من مصر اللي تعدادها 90 مليون، اللي اغلب من 90 مليون بيعشق حاجه اسمها كره قدم. دي احلام كتيره جدا، ده يمكن مقتطفات كده عشان ما نضيعش وقتك ونلحق نسجل، لكن اتمنى يا رب من الجمعيه العموميه اختيار الاصلح، واتمنى يا رب
كرة القدم في مصر تعود كسابق عهدها. نفسنا نوصل كاس عالم اللي ما وصلناهوش من سنة 90. نفسنا نرجع تاني كاس ونفوز بيه بعد ما وصلناش مرتين ورا بعض متتاليتين. نفسنا منتخباتنا الوطنية المختلفة من اول المنتخب الوطني الشباب والمنتخب الاولمبي و تعود كسابق عهدها بكده، تبقى هي المترفعة على عرش افريقيا. احلام كثيرة. نفسنا مراكز الشباب والاندية يبقى عندها موارد تقدر تصرف على حتى مرتبات مدربينها والحفاظ على المواهب الرائعة جدا اللي يمكن بنفقدها بسبب سوء ارضية الملعب، اللي يجيله رباط صليبي واللي يجيله خلفية واللي واساسا الاندية ما عندهاش الفلوس اللي تقدر تديها كمرتبات لهؤلاء الموهوبين. شكرا جزيلا يا استاذ. شكرا.